السلام عليكم. واش رمضان راك سي كريم. مصطفى؟ رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين ان شاء الله، وبكل المتمنيات بذنب مغفور ان شاء الله، وبثواب عظيم ان شاء الله. مرحبا بك، تفضل استاذ، تفضل. تعليقا على الأخ، يعني الإمارات وش يعني يمنعها أنه تستثمر في الأنبوب المار الأطلسي، يعني بعيد على كل البعد على المناطق اللي راح ينحط فيها الأنبوب العابر للصحراء. هذا يعني سؤال لازم جاوبه. يعني إذا كانت القراءه ديال الإمارات، الاستاذ بعيده عليك نورمالمون، انت عندك معليش، لا لا، تقريبا. معليش، كاين متابعين 1500 يمكن فيهم مجموعه تطرح السؤال هذا. واش اللي يمنع الامارات العربيه المتحده انها تستثمر في هذا الانبوب مرورا على 11 دوله، والطول تاعو معروف على القنوات الاماراتيه. في سكاي نيوز صرحوا على انه يقارب 7000 كيلومتر، يعني هذا موثق يعني على الاعلام الاماراتي بما انه هي صاحبه المشروع. يعني انا نقول باللي ادريس ما حتى حاجه تمنع الامارات اذا كانت عندها نيه فعلا في انه تجيب لكم الغاز، صح. ولا تجيب 11 دوله افريقيه الغاز. متفقين على هذا الشيء؟ انت ما اوكي. عندك لا ارقام، ثاني شيء، بلاش مصطفى، انت ما عندك لا ارقام على طول ديال الانبوب، ما عندك ارقام على الدول اللي غيدوز عليها الانبوب، راك غير غادي ما تيري وباقي. عنديش. هيا كمل ما كمل عندي، سير. لا ما عندي. اسمح لي، انا نتبع واش يقول المختصين يعني في الاعلام. انا قلت لك باللي كاين في هادو النشره اقتصاديه المختصين يضربوا الكاشيات ولا صاروخ نورمالمون. راح. يا ادريس يا ادريس التقرير ماهوش من قنوات جزائريه. قناه سكاي نيوز عربي التابعه لابو ظبي ما تابعاش يقول. لابو ظبي، ما تابعاش لابو ظبي سكاي نيوز عربيه، ما تابعاش لابو ظبي. اوكي، الامارات العربيه المتحده ما جنرال. تابعاش الامارات العربيه المتحده سكاي هي نيوز عربيه. هي بوكي انجليزي، والعربيه بالناطقه بالعربيه راهي في ابو ظبي. ما نبداوش ندخلوا في انت التفاصيل تاع كتقول سكاي نيوز كل تابعه يملك لابو سكاي. ظبي تابعه للضرب العربيه تيري سكاي نيوز. معليش سكاي معليش نيوز معليش يا استاذ، يا استاذ، سكاي نيوز هولدينغ انجليزي، اش قربوا للسكاي العربيه. الا خدات البول ديالو لا. والناطق على اساس ما تقولش اوكي تابعه. ما اوكي كاينش حاجه سميتها اوكي تابعه، طاشير تيري. اوكي، خط التحرير. اتقبل واش مني هذه كتسحب فيك الكلمه انه راسك راك في خط لايف التحرير. جزائري ولا كيفاش؟ يا الا راك تسب مع ادريس واش بيك؟ الجزائريين روح ادريس برا. راك كيما هكا تقولنا باللي ما تزيدوش تطلعوا معايا، رانا نتناقشوا برك. ما يو نقصت ما لك ما تخرجش زدت لك. سيدي، ما تخرجش سيدي. خليني فوق، خلي يسجل عندك. سبحانك يا ما ربي، نسجلش سجل عندك عندي انا. وصحح لي المعلومه. يا الانبوب ديال سبحان غازي ما يورش على 10 دول. نتحداك تجيب الله، لي 10 خليني دول. نكمل الاطروحه تاعي، لا خليني خليك نكمل تكمل، الاطروحه. تجي تقيا هنا ولاش؟ خليني اصبر نسجل اسيدي. عندك يا ادريس. لا ادريس اسيدي ما ادريس تجيش اسيدي، لا راك تروح تخرط ما تجيش اسيدي. ادريس، خليني نكمل، خليني ما نكمل. تكملش اسيدي، ما تكملش اسيدي، شكون اللي قال لك كمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سير تخرط. جيبها في مولاكي. طول الانبوبي اوكي 7000، شكون اللي قال اوكي لك 7000 اوكي. نورمالمون؟ انا ماهيش قلت لك باللي 7000 يا الامارات استاذه العربيه. واستاذه انا قلت لك واستاذ. الامارات العربيه اذا حبت تجيب يوم ما لكم تخرطش، انبوب ما وشدها. تعطيش ما ما تعطيش تخرط ارقام عليكم، مغلوطه. تخرطوا يوم ما انتم، تعطي المخزن يخرط عليكم، يوم ما الحكومه تعطي المغربيه تخرط عليكم. ما تعطيش الحكومه ارقام المغربيه تخرط مغلوطه. عليكم وهمتكم على راك بانه تكذب. ما كاش على راك منه، تكذب. ما كاش وما منه. تكذبش ما تكذبش. ما انا اللي يكذب هو الاعلام تاعك ما والحكومه تاعك، تكذب. وزاره الطاقه والمناجم تاعك هي اللي تكذب، شحال عدد ماشي الدول؟ انا اللي نكذب عليك. دقيقه، راك تزقي بزاف. دقيقه، عدد الدول اللي مر على الانبوب ماهيش 10، 11 قلت 11. ماهيش 11. مالا بوريطه يكذب، مالا ناصر بوريطه يكذب. كيف احد تصريحاته على 11 الاولى قالها موجود. بوريطه موجود والله غير موجود، اقسم بالله الا موجود. هيا روح جيبوا لينا سيدي، هيا اقسم روح جيبوا بالله لينا. هي تصريح ناصر بوريطه على 11 دوله غير موجود. كاين موجود ناصر بوريطه وزير خارجيه المملكه المغربيه يحكي على 11 دوله. طرز. واش هو يكذب وانت تقول الصح؟ روح ما يقولهاش بوريطه. روح انتم اللي تخرطوا. قال 11 دوله. معليش ما زلت لسان، قول لي زلت لسان. معليش روح زيد. السؤال ليك انت، البروجي هذا اللي غتصاوب 1000 كيلومتر في النيجر، منين تجيب فلوسها؟ واش شركه سوناتراك جاتك حتى هي حاجه صغيره؟ سوناتراك تكسب كاع المغرب كامل. سوناتراك تسالى 60 مليار ديال الدولار، اكثر شركه مديونيه في الجزائر هي سوناتراك. هي نورمال نخدم المشروع ديالي، راه مشروع تحط كيما تحطت السكه الحديديه. اسمع مصطفى، انا كمواطن مغربي تجي عندي انت تقول لي شحال راس مالك؟
نقول لك انا عندي 30 مليون مغربيه، تقول لي شري سوناتراك، نقول لك لا. انا اقسم بالله العلي العظيم، اسمع لي دقيقه، انا مواطن مغربي اوطون كو انسان يفهم في الاقتصاد، تقول لي دريس تشري سوناتراك، والله ما نشريها، باسكو الشركه راهي فايت، راهي واقفه بور ريان ديتو، باسكو الدين الداخلي اللي خداته الجزائر خداته كامل على طريق سوناتراك. وسونال غاز اللي هي صغر من سوناتراك وراهي تسالى 4000 مليار دينار جزائري حسب اخر تصريح للسي عبد الكريم بولزرد. السي عبد الكريم بولزرد وزير الماليه الجزائري قال بان سونال غاز خدات قرض ب 4000 مليار دينار جزائري عباره عن قروض لتحليه الماء وربط الكهرباء. تخدموا غير ما تخاف، ما تحبرش عليها، ما تخافش عليها، تخدموا يا دريس، تخدموا صح. كونك معني اسمع، نزيد لك حاجه، نزيد لك نقطه. منين تجيب 10 مليارات؟ منين تجيبها؟ وتجيبها عندها الدراهم صاحبي، عندها انفستيسمون بارتو، عندها في النيجر، عندها في مالي، عندها في موريتانيا، عندها بارتو، عندها في ليبيا، عندها في الجزائر، عندها بارتو. سوناتراك شركه تحكي لي هذه. وعلاش اصبر وعلاش سوناتراك ما صوبتش الشترا اللي غادي تم الراس مشيتي خديتي عليه كريدي من صندوق التنميه؟ كلشي مسطر يا بلاتي. وعلاش خليتي القطريين يجيبوا لك الابقار واش تولي على خريامك سارح في الجزائر؟ شراكات هذه الشراكات اوتوماتيكمون، اي انسان اي دوله تدخل معها في بروجي تاع استثمار لازم تدخل براس مالها، هذه حاجه اكيده هذه، باش تولي على خريامك سارح في الجزائر عند التركيين. كاع هذاك الشيء بصح ما تجيش كيما المملكه المغربيه في قضيه الاستثمار. راك غتولي سارح عند القطري. تبان لك باللي راني ساحر. علاش تبان لك؟ شكون اللي غادي يقابل الابقار تما ديال القطريين؟ مالك تتخايل، راك تتخايل ادريس، راك تتخايل. شكون اللي غادي يسرح الابقار؟ تخايل كيما تخايل في الرسمه، راك تخايل كيما تخايل تفار باللي الحدود موريتانيا. يا مصطفى، شكون راح يسرح الابقار اللي غادي يديروه في اضرار القطريين؟ هذا كلام تحكي عليه يا دريس، انسان اقتصادي تحكي عليه كيما هاك. هذا الشيء طلع شويه النيفو، طلع شويه النيفو يا دريس. شكون غيسرح؟ طلع هذا النيفو شويه، احكي ارقام واحكي مشاريع، ما تحكيش على نعطيك ارقام. شحال عدد الابقار اللي غيجيبوا القطريين؟ انت راك تتوهم كيما توهمت باللي شمات فر انه الدوله الجزائريه تعمدت على انها فوتتها على الحدود على اساس انه قضيه الصحراء الشرقيه. تتوهم، تتخايل بزاف، عندك مشكله انك تتخايل. لا السكه الحديديه، اسمع لي مصطفى، السكه الحديديه داروهم لي زالجيريان باش الثروات اللي غادي تديهم الولايات المتحده الامريكيه ما يفوتوش على الصحراء المغربيه، يفوتوا على وهران. صح، هذوك ولات في الولايات المتحده الامريكيه. لا انا نعطيك اكزاكتومون واش كاين. الجزائريين تصور انه الشريك الصيني، تصور انه الشريك الصيني يسمح في الكوطه تاعو تروح للامريكان، غادي يديها نورمالمون، راهو باتفاق مع الامريكانيين عاديين. والله الا مضحك امرك يا ادريس، والله الا مضحك. نورمال صاحبي. تصور انه الشريك الصيني وافق على اسمع. صح بلاتي نمشي معاك دقيقه. دابا انت عندك خط انبوب غادي لاوروبا صح؟ وغتزيد خط انبوب غادي يمشي ديال نيجيريا صح؟ ان شاء الله باذن الله يزيد يقويها، يعطيها واحد 35 مليار متر مكعب في السنه. اي 30 راك غير تيري برك ما يديباسيش. هذاك الاطلسي هذاك اللي كانوا يتخايلوا فيه، الاطلسي فيه ما بين 20 و 30. الاطلسي يقولوا باللي 30 فيه 18. اسمع انا نعطيك الرقم كوريكت، هذاك الانبوب الاطلسي اللي كانوا يتوهموا به ينقل 30 مليار متر مكعب، فيها 18 مليار متر مكعب لاوروبا، والبقيه تنقسم عليكم انتم 11 واحد، يعني 12 مليار متر مكعب تتقسم على 11 دوله بما فيها المغرب. صح. خلينا دابا نناقشوا معاك الموضوع. دابا انت عندك انبوب يمشي لاوروبا وعندك انبوب غادي تاع نيجيريا، هاد لي دو لين غادي يدخلوا لاوروبا. تخيل انت دابا الاوروبيين بداو ياخذوا على نيجيريا وما بغاوش ياخذوا عليك انت، تحبس على النيجيريين. يعني عندنا هدف 100 مليار متر مكعب في السنه يا اخي، عندنا هدف 100 مليار متر مكعب من الغاز تسوق الى اوروبا. يا استاذ عرقاب وحتى حشايشي راهم ديكلاراو اكطويلمون راك تبور دير لا برودكسيون 120 مليار.
يعني قلت لك الهدف من الانبوب، يعني من والهدف الانبوب هو هذا اللي يتبارطاج 123 يا رب واش راح كذا بالله ولاش. يتبارطاج اون دو، واحد يروح من جهه تونس انبوب جديد، يعني راح نشيدوه من جهه تونس يروح لايطاليا مباشره، والانبوب هذا الميد غاز هذا ماشي الميد غاز. وشنو العائدات ديالو عليك انت؟ وشنو الفائده فيه عليك انت؟ اكيد كيما العائدات اللي كانت تديها في الانبوب المار اللي توقف به العمل قبل 3 سنوات، اكيد في عائدات. انا نورمالمون اصبر، انا كي كان يدوز على المغرب نورمالمون المغرب كان مستفد فيه، يعني كان كيدي فيه بورسونتاج وكان يوصلوا الغاز باسكو ما عندوش. حنا نورمالمون لما ندوزو على الاطلسي حنا مستفيدين كدوله مستهلكه. انت غتكون تستافدوا الغاز اون بليس دو 7 دراهم الموني، ما تنساش. يا بلاتي انت راك غتجيب انبوب منافس لك، سان كونكيرون ليك. نورمالمون انت راك غتكون، انا السؤال اذا راك تسمى شيكور تاع لافريك لازمك تجيب النيجيريين يخدموا عندك، ماشي انت تولي خدام عندهم. ارض ما عندك ما دير فيها. هو السؤال هذا جوابه بسيط يا ادريس، بسيط جوابه. اسمع الجواب تاعو بسيط بكل بساطه، نبسط لك الامر ما تخلطش في راسك وما تبلوكاش وما ديرش ايرور. اي برودوي يستخرج من اي بلاد، يعني لو ترونسبور تاعه يكون اكثر من القيمه تاعو، هذه كاع الناس تعرفها. يعني انا كي نوفر لو ترونسبور تاعه راني يمكن نستفاد اكثر من صاحب لو برودوي هذاك. راك معايا؟ يعني بار اكزومبل انا نجيب ان برودوي نجيبه من لاشين، كي نروح نشريه سير بلاص في لاشين كي نشوف لو بري تاعه ومن بعد نزيد لو ترونسبور نسيب لو ترونسبور اخذ حيز كبير من لو برودوي هذاك. يعني الترونسبور نتاعك حاجه بسيطه، يعني كي دير لا كاناليزاسيون تاعه، ومع اللي حنا رائدين في هذا الشيء في عاماش كنت رائد؟ ايوا عاماش كنت رائد انت؟ اخر بلاتي يا مصطفى، بلاتي هاد الكلمه هذه يقولوها بزاف ديال لي زارجيريان في اللايف ديالهم. اخر صفقه درتوها مع فرنسا فيها 300 مليون ديال الاورو من اجل شراء الانابيب من فرنسا. انت في عمرك كامل في حياتك كامله خدموا حنا قال الناس تاكل معنا الخبز، بلاتي الناس تاكل معنا الخبز. او بلاتي اسمع سد المايك دريس، هذه غلط فيها والله لا غلط فيها. او سد المايك نعطيك احنا اتفاقيه عندي انا نوريها لك دابا. دقيقه ما تسيرش تخرط غير هكا. انت عاماش كنت رائد تقنيه الانابيب وصنع الانابيب؟ انت لا تكنولوجي مازال ما عندكش يا استاذ، ما عندكش لا تكنولوجي ديال صناعه الانابيب يا استاذ. انت مازال تشري على فرنسا اللي هي اصلا ما عندها حتى غير جبيله شغال، ما كاينش غير جبيله شغال، ما كاينش غير جبيله شغال، غير جبيله ما شغال كاين التكنولوجيا. اصبر دقيقه استاذه، خلينا نكملوا ليك نصحوا لك المغالطات يا استاذ، خلينا نصحوا لك المغالطات. اولا انت ما عندكش لا تكنولوجي، يخلف الله على فرنسا هي اللي صوبت ليك وانت مازال خدام بلا تكنولوجي ديال فرنسا. من نهار بدات فرنسا وهي خدامه بتلك العشوائيه وكل شيء محطب وكل شيء طايح، كل شيء ديال فرنسا. واصلا اليوم سينا عرقاب وحشيشي خداو صوره جماعيه مع رؤساء ديال توتال انرجي الفرنسيه. الفرنسيين هما اللي يسيروا قطاع المحروقات. ادريس صح لك واحد المعلومه، تفتقر الى المعلومه، معطيات ما عندكش. صح لك معلومه الله يخليك. ما طحاش لي انا، الله يخليك، ماليش فكره الانابيب قوه الاسماء. اكثريه الانابيب تستورد من الهند وليس من فرنسا، غير باش نصحح لك. فرنسا 300 مليون لا ما عندكش تفتقر الى المعلومه. عندك انت الاتفاقيه اللي سناتها فرنسا مع الجزائر. عندي الاتفاقيه تاع فرنسا، وعندي الهند شحال نشري لها، انا رايح للهند نجيب منها. مادام فرنسا شريتي عليها 300 مليون ديال الانابيب هنا تحبس، ما عندكش لا تكنولوجي. وقالها لكم حتى اخر مره لما جدتوا هذاك جلو سلامه اللي شديتوه، واش قال ليه الاخر؟ قال ليه نورمالمون هذا الحديد هذا نستعملوه في الانابيب. وين شديناه نكملوا الجمله استاذه، خلينا نكملوا الجمله، ما ترميش مغالطات. وين شديناه؟ خلينا وين شديناه؟ جلو سلامه وين شديناه؟ كيفاه؟ وين شديناه؟ جلو سلامه وين راه دابا؟ جلو سلامه راه استاذ جامعي بروفيسور نورمال عادي، راه في شغله عادي. راه البارح ديك السيمانه اللي فاتت ديك الشيطاني هذه ادريس ديفلوبي عقليتك برك، ما تكذب عليا هنا. او حاسبني انا واحد من المغاربه تكذب عليه. مصطفى صح
صاي سي بون. باللي وصلتي لجلال جلو سلامه بانه ما مشدودش، راه ديكلاراه بان القاضي التحقيق ديال المحكمه الدار البيضاء تم ودعه في الحبس المؤقت، وراه غيضرب 10 سنين تاع الحبس لانه القضيه فيها تخابر وكذا، وغادي تجي تقول لنا كذا وكذا. انا على الشيطان مصطفى نقعدوا حنا ندويو معاك في هذه الامور هذه، راه كاع القنوات الجزائريه ديكلاراتو بانه في الحبس المؤقت، غتجي تقول لنا لا ولا؟ انا على الشيطان اصاحبي مصطفى. جلو سلامه شدوا النظام الجزائري باسكو عرى على الحقيقه ديالكم، وبان داكشي كامل خرطي في خرطي فقط من اجل الشوشره وغار جبيلات، وراه ما كاين لا غار جبيلات لهم يحزنوا. جلول سلامه الان هو رهن للاعتقال في الحبس المؤقت يا صاحبي بلاتي، الحبس المؤقت في محكمه الدار البيضاء. احنا وسالات روح قلب عليها وروح، ما عندناش مشكل. خلينا نناقشوا مع الاستاذ فاروق، واخا الفاروق ما يعجبنيش باسكو مصطفى احسن منك. مصطفى مؤقت وقلت لوجي ب 10 سنين، حكموا عليه ب 10 سنين ومن بعد قلت لك غيقدر يا ودي بلاتي مادام هو في الحبس المؤقت ما داز كاع في المحكمه، قلت لك يقدر ياخذ 10 سنين تاع الحبس، القضيه فيها مخابرات وكذا. خلينا من جلو سلامه. جلو سلامه لما كان جالس استاذ فاروق، جلو سلامه ملي كان جالس مع السيد قال له حنا ما عندناش لا تكنولوجي بور لا برودكسيون ديال هذوك لي تيوب اللي غيدوزوا الغاز، باسكو الحديد اللي خدم في هذوك لي تيوب عالي من درجه النقاء ومازال موصل. انت مازال ما تصاوبش حتى الحديد العادي عاد غتوصل لدرجه الصنع ديال الانابيب. انت راسك بغيتينا نعطيك كاع هذا، نعطيك المقوله ديالو اللي قالها. هاي تفضل فاروق ومن بعد نكمل. وهي تفرج بحينا معاك. السلام عليكم ان شاء الله. انا نحب نصلح المعلومات تاعي برك كي كفايه ما نديش كلش. واش المشكل تاع الانبوب تاع غاز نيجيريا؟ زيادة الخير خيرين وربي يزيدنا من فضله ان شاء الله. وين المنافسه؟ اذا كان يجي من الانبوب من نيجيريا عبور بالنيجر وعنده لا ستركتور لهنا كاينه، البنيه التحتيه واجده، يتبرونشا ديريكتومون فيها ويوصل لاوروبا. مازال تخصك 1700 كيلومتر ديال الانابيب باستثمار 10. شحال؟ 700 كيلو في النيجر، 700 في الاراضي الجزائريه و1000 في النيجر. شكون يصوبها؟ شكون يقول لك 1000؟ انا كاينه 700 اللي خاصه 700 اللي خاصه بالحدود مع تنزواطين توصلك النيجر. اي للنيجيريا عباره عن النيجر هذا ولا لا طرونش اللي مازالت. انت ما واكلش ولا ما فاطرش ولا ضارب؟ لا واكل وفاطر وكل شيء. هاك باش نعطيك صورة على المشروع. المشروع هو 4000 كيلومتر من أبوجا إلى غاية الجزائر، إلى غاية سواحل الجزائر لتصدير الغاز هذا نيجيريا. أنجز من هذا المشروع لحد الآن. نيجيريا راهي تنجز في المشروع إلى غاية كانو، يعني في نيجيريا راح يبقى لهم 100 كيلومتر تبع مزيان حدود النيجر. شريط النيجر 1000 كيلومتر. الجزائر أنجزت حتى الأحنات، أنجزت المشروع إلى وسط الصحراء من الجزائر إلى الحدود النيجر 700 كيلومتر. يعني المشروع وش يبقى فيه تماما 100 كيلومتر تاع نيجيريا، 1000 كيلومتر نيجر، و700 كيلومتر تاع الجزائر. يعني هذه من عام؟ مش من عام هذا الفيديو راه حابس من 2024. ايه نهار داروا الاتفاقيه هذيك، نهار داروا الاتفاقيه مع الحكومه قبل قطع العلاقات مع النيجر. دابا بلاتي فاروق الان بلاتي فاروق دقيقه. الان راهم دايرين اجتماع من اجل ماذا؟ تحيين دراسه الجدوى، بمعنى غنجلسوا ونديروا تحيين. جلسوا العام الاول قبل قطع العلاقات النيجر، وشفنا مع الحكومه رئيس الحكومه النيجيريه النيجر ماشي نيجيريا تبع كما داروا الاتفاق ووقعوا على مذكره تفاهم وداروا دراسات وتكفلت شركه سوناتراك بهذا الانجاز هذا الانبوب هذه قبل قطع العلاقات في اول افريل بعد الدرون هذه. كانت ديجا خلاص وسنيو سي عرقاب ما باش الوزير تاعنا كو اسمه، المهم وزير الطاقه تاعنا هو اللي عرقاب. هذه عنده تقريبا نقول عام يا بريسك واحد 3 موا. شحال راه مازال لكم دابا؟ شحال راه مازال لكم؟ جينا من التالي. شحال راه مازال لكم؟
انا نشوفوا فيها مازال 700، مازال ترونش تاع النيجر. هي وين الاشكال دركا؟ هذا الانجاز يا تروش تاع النيجر 2000 هل المشروع في المتناول الان؟ هل المشروع كاين ولا ما كاينش؟ استاذ اصبر اسيدي، اصبر الله يرحم بها الوالدين. انت هذيك ال 1700 اللي راك مصايب نورمالمون راهي مصايبه الجزائر من عهد فرنسا كاع، ما انت ما غادي ما دخل ما صايبتي فيها ما صوبت والو. دونك انت مازال خاصك 700 تديك من فين واصل دابا الانبوب حتى الحدود مع النيجر، لازمك 700 كيلومتر. هاد 700 كيلومتر النيجر حطت شي حاجه في النيجر؟ ما تحطش. ما قلت لك السوناطراك يعني راك مازال لك 1000 بتامين وتمويل المشروع. 1000 كيلومتر تاع النيجر شكون يديرها؟ 1000 كيلومتر 5000 اسيدي يا ربي 4000 ما عندناش. شحال دير 1000 اللي في النيجر؟ يا فاروق ما تسطونيش الله يرحم لك المولى. 1000 اللي كاينه في النيجر شكون يديرها؟ 1000 اللي في النيجر؟ سوناطراك 1000 ديال النيجر زيد عليها 700 راه 1700. نورمالمون الخبراء تاعكم راه يقولوا يخصنا 10 ملاير تاع الدولار، منين تجيبها؟ هادو الخبراء تاعنا قالوا 10 ملاير. 10 ملاير واه باسكو القيمه الاجماليه تاعو قداه؟ انا على بالي 13 مليار. 13 مليار في 4000 كيلومتر. هذا المعلومه اللي كانت عندي. الا كان زاد لا شوف كاع ما ندويو عليه باسكو هذاك 13 مليار قيمته المشروع، قيمه المشروع هذه على بالي. بات 1800 كما قال تحكي. اسيدي درنا 6 مليار مزيانه. 6 مليار ما عندناش 5 مليارات اسيدي. يا ما كاش مشكله يا 50 مليار ما كاش مشكل. منين تجيب 500 مليار؟ نقترضوا عندنا نقدروا نقترضوا للمشروع هذا مثلا من بنك التنميه الافريقيه كما اقترضنا تاع سكه الحديد. يا اخي حاول تسمع يا سي دريس. حاولوا نقترضوا هكا باش نخليو البنوك الافريقيه تساهم معنا في هذا المشروع، وهكذا يستفاد الافارقه والبنك الافريقي وتستفاد الجزائر. اقسم بالله العلي العظيم ما نزيد. وشوف نحلف عليك من دابا، اقسم بالله العلي العظيم ما نزيد نحل عليكم لايف. انا هذا رمضان يحرم ديني. اسمعني وهذه عواشر والله بكثره هذا الغباء المنقطع النظير يحرم ديني. والله ما نحل عليكم لايف باسكو راهي فريمون كراف اصاحبي. انا غادي ندوز يا بلادي يا دين الرب بلادي يا بلادي هذه الجزائر ما درت فيها حاجه كتا خريه، وغادي نهز عليها ربها كريدي باش ندوز فيها غاز باش نيجيريا تربح فيه. يا دين الرب وين تفهموا تربح نيجيريا، تربح النيجر، تربح الجزائر، ويستفيد الاوروبيين. وعندنا قرارات والامور الساحل. نعم يستفيد الاوروبيين منه نظرا للاختناق الطاقوي اللي عندهم. وعلى ما زيديش. اصبر فاروقه عندي لك سؤال اخير. انا مزوق في اللي عزيز عليك ومزوق لك في الوالده. وعلى ما هزيتيش كريدي من اجل بناء حظيره ديال الابقار اللي غتولي على خريه المسارح في الجزائر؟ احتمال قلت لك انا عطيتك احتمال. حين ما نقدروش قلت ممكن نديروا نروحوا للقرض وليس للديون، نديروا قرض. هذا احتمال تاع فاروق. حين هاو الصغار جبيلات كي قال لك نديروه صفر دين وانجزناه والحمد لله. نيجيريا باغا تدوز الغاز ديالها لاوروبا. الجزائر غتهز كريدي وغادي تخدم في بلادات الناس اللي هي النيجر باش تعاون نيجيريا تدوز الغاز ديالها لاوروبا، مع العلم ان نيجيريا راهي منافس للجزائر في نفس القطاع. يا الملكيه الانبوب هذاك لما تولي الملكيه الانبوب لما تولي واش دير انت بانبوب؟ من فضلك يا سيدي ريس خلي الناس تفهم معنا. الانبوب تاعك هذاك خلي احسنت ولي كونطرا. هل البري تحدوا يا صبره اللي يحدد البري؟ يا صبره فاروقه واش دير بقسام الانبوب انت كي سالي ما يبقى به ما يدار؟ واش دير به؟ على ما يسالي عليه يسالي ابدا يسالي. هو عنده اختيار. اسمح لي خلينا نجاوبوا له السؤال. او بلاتي نطرح عليك نفس السؤال. او بلاتي دابا نورمالمون انت غادي نجوج انابيب بلاتي غادي نجوج انابيب من الجزائر الى اوروبا وصلوا لي دو. الاوروبيين شراو على النيجر وما شراوش عليك انت، تحبس على النيجر. يدير الاختناق الطاقوي اللي عندهم منا على 30 سنه و40 سنه لقدام ما يشريو لنا في زوج. اصبر فاروقه
يا الاسعار راهي في الحضيض، اش من اختناق ولا اخرى؟ وين الاختناق؟ وين راهي الاسعار دابا؟ وين راهي الان ولي اوروبا على ماذا تبحث على الغاز ولا على واش تبحثها؟ يا وين راهي الاسعار تاع البترول والغاز؟ وين راهي الاسعار مادام هو اختناق؟ وين راهي الاسعار؟ لا اله الا انت سبحانك. كوني محتاج وين راهي الغاز، الاسعار؟ كوني محتاج للغاز، اوروبا ولا الجزائر؟ يا استاذي مادام كاين هناك احتياج وكاين خصاص على مستوى الطاقه في العالم، اعطيني الاسعار الان. لا مانيش في الاسعار انا، مادام هو يحتاجه والطالب هذا عليه، اذا تبيعوا له باطل، تبيعوا له باطل. يا سيدي ولا نبيعوا ولا ما نبيعوش، انا نسالك في الكيلومتر اللي عود فايت عليا بالكيلومتر، سالك فيه بالكيلومتراج راه قرر الله يبارك. راني مش فايت في الطول، انا كاين المنشار الجزائر، كاين المنشار طالع ماكله هابطه ماكله، تعرف المنشار هو اللي طالع ماكله هابط ماكله. لكن انت اللي حبيت ما تصعب الامر على انه مشروع فاشل، بل هو مشروع ناجح غير مربح في بدايته. اصبر غير مربح في بدايته. يا فاروقه استاذه، يا حبس رباه. يا وانت راك مسايب تيو تاع عمام دوزو لجارك ولا راك تدوي على 1000 كيلومتر في النيجر. اليوم غدا يبومبارديو لك هذوك النيجيريين، يبومبارديو لك هذاك الحزام. منين ترد فلوس الكريدي تاع الناس؟ احسنت، هذه اللي كنت محبس نوصل ليها. تامين وتمويل المشروع، تامين وتمويل. شوف بلا سوناطراك امنت وتمول هذا المشروع. هنا النقطه، تمويل وتامين. هنا بماذا؟ لأن الجزائر هدفها ليس الغاز اللي كتخسرنا فيه انت، هدفها ابعد من ذلك. هدفها هو ايصال نيجيريا في اوروبا والسيطره على الساحل، ونحن تكون عندنا كلمتنا الفوقيه فوق فرنسا وروسيا وامريكا. عندنا هذا هو الهدف الاستراتيجي. باش دخلوا تحتلوا النيجر نحتلوا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. واش قلتي انت نورمالمون دابا؟ تأمين خط. هذا الخط قد قلت لي انت فيه 1000 كيلو ولا 700 كيلو؟ 1000 كيلومتر باش غدير لها التأمين انت؟ هنا غنقدروا قادرين. هنا قاره كامله امناها يا راجل، قاره كامله امناها. جاتنا في الكيلومتر جات 1000 كيلو يا راجل. باش امنتيها؟ عماش كانت الجزائر عدات درون ب2 كيلو نحيناها يا راجل. ودي هذيك غير تمثيليه ما عندكش. يهربوا باش غتامن الطول ديال النيجر من الشمال الى الجنوب. اصبر من الشمال النيجر الى الجنوبي غتامن دوله على قدها. طول الانبوب، وطول الانبوب راه هو من شمال النيجر الى جنوب. ماشي الدوله كامله. عندنا التكنولوجيا الكافيه اللي نقدروا نامنوا هذا، وخاصه بعد مستقبلا سيكون هناك القطار تاع افريقيا هذاك والطريق الافريقي، يا ربي سميوه الطريق الافريقي هذاك. وهنايا الجزائر دير عروقها في الساحل. مادام خرجت فرنسا الجزائر ستنجح الان في الساحل وافريقيا. كي خرجت فرنسا طمن على ذكر الطريقه استاذ فاروق، طريق وسكه الحديد الثانيه والانبوب 3. واخا نمشيو حبه حبه، على ذكر الطريق. هذه طريق هذه خلي على ربي يا حالي دوب يا حالي دوب البارح ما دام وما دام اليوم شماتها في العديان فهمتني يا سي ادريس؟ هذا طريق الفيديوهات قدمت تستثمر فيهم هذه الامر. وعندنا مع موريتانيا الخط الى غرب افريقيا، والجزائر ديرت عروقها خويا العزيز. هكا نطمنوكم على مستقبل المنطقه ان في ايادي امنه. مادام صمام الامان هو الجزائر فدوركم في المنطقه لم يعد. خلاص خلصت مهمتكم. معليش ربي يعوضكم لي. عزة النفس إذا كانت لصاحبها مذمة فيا نفسي زيدي عزة في معزة. الله أكبر. وإذا خالفتم قوما وإذا تغيرت قلوب الرجال بتغيير أرضهم فيا رب لا تغير أرضنا. حكيت كلام المشروع ولا ما حكيت لك؟ قلت توري في الفيديوهات. أنا حكيت على المشروع والأهداف الجزائر في المستقبل هذا القريب 5 سنوات القادمة.
الاخوان باش نحطكم في الصوره استراتيجيه الجزائر والفرق بين انك تربح. لا ثاني نقطه برك باختصار. خليني نحكي انا سمعتك صافي سمعتك وفهمتك. لا خليني نقول دقيقه يا استاذ. لا ما كاين لا ثواني لا والو. عندي جمله نقولها. جمله اوكي. المواطن الجزائري كيركب فرموك ويدير الجي تم راستين زواطين، يمر على بزاف، يمر على الجلفه الغواط، ومن بعد الغواط يطيح في المنيعه. كي توصل للمنيعه راك مازال في الوسط تاع الجزائر، تسير غادي بيست، غادي تبدا الارض هنا تبدا طريق مقطعه، تمشي غادي سوكوس. كي توصل لتمراست تبقى لك 600 كيلومتر على الحدود بينك وبين النيجر في طريقك الى الحبشه. تقدر تقول طريقك الى العوده الى عزيز مصر من اجل الحصول على الحنطه.